السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي أعظم طريقة تجعلنا ننتهي عن الغيبة وتغفر لنا ذنوبنا؟ نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. في البداية أدعو حضراتكم للاشتراك في هذه القناة المباركة. في الحقيقة يا حبايبي إن الغيبة أصبحت هي فاكهة أكثر المجالس إلا من رحم الله. أكثر المجالس تجد فيها الغيبة هي العنصر الجمالي أو الفاكهة التي تقدم على مائدة تلك المجالس. فلان قصير، فلان طويل، فلان بخيل، فلان كذا، فلانة بتعمل، فلانة بتسوي، وهكذا عياذا بالله. الغيبة أصبحت هي فاكهة أكثر المجالس. مصيبة الغيبة إن الإنسان بيهدي حسناته لكل أعدائه. يعني فلان بيكره واحد، فلما يجيب سيرته فهو كده بيهديه حسناته على طبق من ذهب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا عايز حضراتكم تتخيلوا معايا هذا المشهد. لو إن كل واحد فينا سواء كان رجلا أو امرأة، كل واحد فينا عنده 100 مليون دولار في أحد البنوك الإسلامية، وجي كده في العقد اللي عملناه مع البنك ده ان اي واحد فينا هيغتاب اي حد هيتخصم من حسابه 100 دولار وتتحول لحساب اللي احنا اغتبناه. تخيلوا حضراتكم كده، كل لما تجيب سيرة حد يتسحب 100 دولار ويتحط في حسابه، كل لما تجيبي سيرة واحدة يتسحب من حسابك 100 دولار ويتحط في حسابها. هل ممكن حد يفكر انه يغتاب حد؟ مش محتاج اسمع الاجابه، يقينا لا. ليه؟ لان كل واحد هيخاف على ثروته. لو مع كل غيبه 100 دولار هتنقص، لا ده الواحد ممكن يغتاب في اليوم مثلا 20 30 40 واحد، واخد بالك، يبقى يتسحب من حسابه يوميا 5 6000 دولار. فالواحد هيخاف على فلوسه. طيب، هل اموالنا الفانيه اغلى عندنا من حسناتنا الباقيه؟ ده سؤال محتاج إجابة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الغيبة، فقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. فوضح النبي صلى الله عليه وسلم من هو المفلس الحقيقي، فقال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج. ما شاء الله، رجل فاضل اهو، رجل في نظرنا رجل في قمة الصلاح، لكن عنده مشاكل. يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا، ركزوا معايا بقى، من حسناته. ما قالش من صلواته ولا من زكواته ولا من صيامه ولا من حجه، قال من حسناته. طب يعني ايه الكلمة دي؟ ايه الفرق من دي ودي يا شيخ محمود؟ الفرق ان لو قلنا فيعطى هذا من صلواته، فقد تكون الصلاة مقبولة او غير مقبولة. انما لما يقول فيعطى هذا من حسناته، معنى كده ان الرجل ده كان محقق شرطي قبول العمل. ايه هم شرطي قبول العمل؟ الإخلاص والمتابعة، إن أنا بصلي مخلصا لله، مش بصلي رياء. تمام؟ يبقى الراجل ده ما كانش مرائي، الراجل ده كان مخلص بجد. والحاجة التانية والمتابعة، صلوا كما رأيتموني أصلي، كان بيصلي زي ما النبي بيصلي صلى الله عليه وسلم. عشان كده اتقبل العمل وخد عليه حسنات. تمام كده؟ يبقى إذا الرجل ده كان مخلص، أي نعم كان مخلص، كان متبع للنبي، كان متبع للنبي، ما كانش مبتدع أبدا. يا سبحان الله، مخلص ومتبع بس مغتاب، سبحان الله. فيجتمع حوله خصوم يوم القيامة، وكان ممكن ربنا يعامله معاملة حسابية معينة. بمعنى انت عملت ايه؟ صليت، زكيت، حجيت، صمت، عندك كم حسنة؟ 10 مليون حسنة. خلاص، 10 مليون حسنة وانت اغتبت عدد كبير من الناس ب10 مليون سيئة، يبقى نطرح دي من دي، تيجي يوم القيامة ما تلاقيش ولا حسنة، فتقول ايه؟ يبقى اكيد ربنا ما قبلش مني اعمالي وينتهي المشكلة. لكن لا، مش دي الحسرة. الحسرة اللي اكبر ان ربنا يعطيه الحسنات على الاعمال اللي عملها مخلصا لوجه الله ومتبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجي يوم القيامة فيلاقي جبل حسنات. ايه ده كل ده؟ حسناتك، اعمالك اللي انت عملتها وربنا تقبلها منك وادالك جبل حسنات. لكن مع شدة فرحته فجأة كده لقى حواليه كردون، عدد كبير من الناس. مين انتوا يا جماعة؟ فواحد قال له: والله انت اغتبتني فعايز حسناتك، او عايز من حسناتك. فياخد شوية حسنات على قد الغيبة،
وانت والله ضربتني في يوم من الايام وما تحللتش من المظلمه، اديني من حسناتك، فياخد من حسناته. والثالث والله انت قذفتني في عرضي فعايز حسنات. والرابع انت ضربت ابني. والخامس انت اكلت فلوسي وما اديتهانيش. والسادس وهكذا. فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت خلصت، فإن فنيت حسناته فيجي يلاقي في لسه في ناس موجودة. يا جماعة الخير عايزين ايه؟ عايزين حسنات. ما انت في مظالم لسه يا جماعة، بس الحسنات خلصت، الجبل خلص. ايوه هو الجبل بتاع الحسنات خلصت، لكن احنا عندنا سيئات ممكن تاخدها وتشيلها بدلنا. تخيلوا الموضوع عامل ازاي، الموضوع خطير جدا. تمام. فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فبعد ما كان عنده جبل من الحسنات بقى عليه جبل من السيئات ثم يطرح في النار عياذا بالله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: لما عرج بي ربي، يعني في رحلة الإسراء والمعراج، لما عرج بي ربي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس، لهم ضوافر من النحاس. تخيلوا، يخمشون وجوههم وصدورهم، بيقطعوا في وشوشهم وصدورهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. دول اللي بيغتابوا الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما قالش هؤلاء الذين يأكلون لحوم المسلمين. ركزوا معايا بقى في الحتة الجميلة دي. ما قالش الذين يأكلون لحوم المسلمين، قال الذين يأكلون لحوم الناس. يعني لا يحل لمسلم أن يغتاب أحدا مسلما كان أو غير مسلم. واضح كده؟ أصل ربنا أمرنا بكده، قال: وقولوا للناس حسنا، مش للمسلمين بس. خدت بال حضرتك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. طيب الحل إيه بقى يا شيخ محمود؟ نعمل إيه؟ النبي عليه السلام وضح لنا، قال كما عند البخاري: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. تعامل هناك بالحسنات والسيئات. يبقى نتحلل من المظلمة. طب أتحلل من الغيبة إزاي؟ أنت عارف النهاردة قلوب كثير من الناس ما بتسامحش، ودي حقيقة. كتير من الناس ما بتسامحش. لو رحت قلت له أنا اغتبتك وسامحني مش هيسامحك، بل بالعكس هيزداد عداوة وممكن ينقلب الأمر إلى مشاكل. طب نعمل إيه؟ يبقى الأسلم إن حضرتك وحضرتك وأنا وكل حد فينا اغتاب أي حد يقول: اللهم اغفر لي ولفلان. طب يا شيخ محمود أنا مش فاكر أنا اغتبت كم واحد، يعني طب هجيبها ازاي دي؟ اقعد افكر كده واجيب اسماء؟ لا لا لا، ولا تشغلوا بالكم، الامر بسيط. تقول وتقولي: اللهم اغفر لي ولكل من اغتبته في حياتي. يبقى دي شملت كل من اغتبناه. تمام؟ اللهم اغفر لي ولكل من اغتبته، وارحمني وارحم كل من اغتبته، وارزقني وارزق كل من اغتبته. تمام؟ وارزقني وارزق كل من اغتبته، يعني كل اللي انا اغتبته يا رب ارزقه، ارحمه، اغفر له. وان قدرنا ان احنا نتصدق صدقات ولو يسيره بنيه انها توصل للي احنا اغتبناهم، بحيث يجوا يوم القيامه ما يبقاش في مظلمه بقى. تمام؟ يبقى يلاقوا ايه؟ خيرات وصلت لهم، استغفار ودعاء بالرحمه ودعاء بالرزق ودعاء بالخير ودعاء بالبركه وكمان صدقه. كل ده يبقى ايه؟ في ميزان حسناتنا بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى ندعي لهم، ولو ذكرناهم بسوء، لو اللي احنا فاكرينهم بقى ذكرناهم بسوء في مكان، لو رحنا نفس المكان مرة تانية نذكرهم بالخير. يعني كان الواحد قاعد في جلسة مع أصحابه فجت سيرة فلان، والله ده كان بخيل جدا وشفت منه مواقف مش كويسة. تيجي في مرة تانية: لا يا جماعة الخير، أنا كنت ذكرت لكم إن فلان بخيل، ده أنا اللي كان بيتهيألي ده الرجل كان بيعمل كده علشان خاطر كان بيكون مبلغ عايز يعمل بيه مشروع خير، جزاه الله خيرا ربنا يبارك فيه، والله العظيم يعني إنسان فاضل ومن أكرم الناس. فنصحح الكلام اللي اتقال عنه ولا نسوء سمعة هذا الإنسان. إذن يا حبايبي يعني الغيبة أعظم أسلوب للانتهاء عن الغيبة. لو علم كل واحد فينا أن الحساب بتاعه هينقص منه كل يوم فلوس مش هيغتاب، لكن لما يعلم أنه هينقص من حسناته فلا بد أن يكون حسناتنا أغلى من كل أموال الدنيا، لأنه ممكن يتوقف دخولنا يوم القيامة الجنة ورب الكعبة على حسنة واحدة. حسنة واحدة تتساوى كفة الحسنات مع كفة السيئات، لو جت حسنة واحدة طب كفة الحسنات تخش الجنة. تخيلوا.
فما نفرطش في حسناتنا، ومحدش في الدنيا توصل غلاوته ان احنا نديله حسناتنا يخش بيها الجنه واحنا نخش النار بسببه، ولا حول ولا قوه الا بالله. حتى قال احد السلف: لو كان هناك احد احق بان اغتابه لاغتبت ابي وامي، لانهم اغلى الناس عندي وهم الذين استطيع ان اهديهم من حسناتي. يا سلام. لكن يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالإنسان لابد أن يحافظ على حسناته وعلى أعماله الصالحة حتى يلقى الله عز وجل بها خاليا من أي مظلمة. أسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من ظلم العباد ومن مظالم العباد، وأن يعف ألسنتنا عن ذكر الناس بأي سوء، وأن يجمعنا وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.